الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل شعبان بين يدي رمضان وافدا وسفيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله مبشرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بالتقوى الله عز وجل والتزود من صالح العمل والحذر من المعاصي وطول الأمل قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسلمون لقد مضى شهر رجب وفاز من فاز فيه بالصالحات والغرب وجاءكم وافد بين يدي رمضان الضيف المحبوب والقادم المرغوب إنه شهر شعبان رسول رمضان وضليعته وسفيره إليكم وبشارته أجل لقد اطلعكم شهر شعبان فمن كان يريد الفوز والفلاح اغتنم أوقاته فيما يعود عليه من الأرباح ومن خاف الوعيد استقصر البعيد ومن أضال في الدنيا الأمل ساء منه القصد والعمل ألا وإن أول ما يكون به الإكرام لهذا الوافد الإكثار من الصيام وسائر العمل الصالح فيه واغتنام أيامه ولياليه بكل عمل صالح مبرور والحرص على كل سعي موصول مشكور فلنعد فيه ما نستطيع من العدة ولتكن نفوسنا للتنافس فيه مستعدة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراقك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عباد الله وإذا كان شهر شعبان من مواسم القربات والخير والبركات فإنه ينبغي للمسلم العاقل أن يغتنمه بالطاعات ويكثر فيه من الأعمال الصالحات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يصومه كله أو جله فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وإن الحكمة
من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان أنه شهر يغفل الناس عنه، إذ هو بين رجب المحرم ورمضان المكرم، وأنه ترفع فيه الأعمال إلى ذي العزة والجلال. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. ولأن في صيام شعبان ترويضا على صيام رمضان، فصيامه كسنن الرواتب قبل الصلاة، وصيام 6 أيام من شوال بعد رمضان كالراتبة التي بعد الصلاة، وذلك ليكمل بهذه النوافل ما قد يطرأ من نقص في الفرائض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تضوع، فإن كان له تضوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تضوعه ثم تأخذوا الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. فأقبلوا عباد الله على الله بقلوبكم وأعمالكم، واغتنموا ما بقي من أوقاتكم وأعماركم. أقول ما قد سمعتم، واستغفروا الله العلي الكريم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لقد كان من السلف إخوة الإيمان من يسمون هذا الشهر شهر القراء لاجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل رحمه الله قال: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت رحمه الله